عريان في سرير، يعني انا ما فهمت يعني وين الموضوع انه ما اسخ فيك، يعني ما فهمت. احنا ناس بالظبط. انكشفنا على بعض يعني فاهمين، فده طبيعي انه تثق فيك. المهم، اول مما باع يا اقبال باع هي، طبعا. وغدر بها هي وشال القروش ومشى عرس شنو، جابت له الشقه ذات المصريه، اللي هي شنو السمساريه. وكمان شنو ببجاحه ما دار يجي، وانا عرستها خلاص وعايزه اطلق واشيل الاجراءات القانونيه عشان اجيب المره دي هناك كندا. دي واحده. اثنين، قبل فتره في واحده كان بتحكي، قالت انه هي زوجها كان يعني ظروفه كويسه وكل شيء وكان ملبسها ذهب كويس. المهم الزول ده صار عنده مشاكل ماديه، قامت قامت باعت له ذهبها كله، شافت ذهبها قالت زي الحاجه المقرفه في يدينا ما دام هو وقع في ضيق. مشت يا اقبال باعت الذهب ده كله وادت القروش على اساس انه شنو يصلح وضعه، وفعلا قالت وضعه بعد فتره تصلح، وبالعكس بقى وضعه احسن من اول. اول حاجه عملها شنو عارفه؟ مش عرس عليها. والله لكن يعني انت عارفه وساخة زي كده، حق وساخة شفتي، وساخة. أي حسب موسم عارفين. اعلمه الرمايه كل يوم وحين اشتد ساعد رماني، دي حقيقيه الكلام ده. اي راجل، اي راجل دار تقيفي. شفتي اسمه منو الممثل الامريكي اللي رسلته لك، اسمه منو يا اقبال؟ الممثل الامريكي يا جماعه اللي كان هو بطل كده، كان انقذ اولاده، ولا شنو الفيلم بتاعه انه انقذ اولاده من كم مطابق الكم وانقذهم من الحريق ولا شنو. تخيلي اقبال الممثل ده قال كان شغال في تاكسي، هو امريكي يا معروف يا جماعه، انا ما قادر اتذكر لكن لو ما انا كنت متذكرة. شيرت لكم الفيديو. هو كده صلعه كده فهمتي، وشه كده عريض وكبير. مم. اقبال الزول ده قال لما كان يعني شغال تاكسي، كان مرته دي جاب منها طفل، ولما كانت هي حامل مشى سرق لها الهناي التيست بتاعت الحمل، وكان مم. بيسرق لها الاكل عشان تاكل، وكان بيحبها وكان بتحبه. اول ما دخل بوليوود قال اتخلى عنها هي والولد، مم. فهماني؟ ومشى في عالم بوليوود وبقى غني وعنده ثروات ومشى مع كل النسوان بمختلف الهناية. تخيلي بعد 30 سنة رجع لمنه؟ رجع للأولى أم ولده، عرف قيمتها قال ويتمنى انه يسامحني، وكان بيبكي وبيحضنه. على فكرة كان ناشرينه في هنا الأخبار، النيوز ولا اللي نادل في التيك توك. والله العظيم اليومين ده الخبر منتشر بتاعه، قال باسمه جان منو؟ عرف اسمه جان، هندي هو؟ يا بنت ممثل أمريكي معروف. أوه أوكي. شفتي هو كان في استماع بتاعت الهناية المسلسل الهناية ذاك اللي مات، استني والله ما قادر اتذكر اسمه، عديل تعبني اسمه. وشه كبير يا اخي عنده صلع، هو ذاته مميز شديد بتقصدي من في الثانيين. هوليوود يا جوجو؟ هوليوود. آه. هنا اسمه شنو، ذا روك ولا منو؟ الراجل الضخم للاسف كده انا الممثلين بعرفهم هو كلهم عندهم ضخم بتاع اصلع. ضخم فاست اند ضخم، فيوريوس. يا هو ضخم شديد ووشه كبير وصلعة اي دايما صلعة. ايوه ايوه ذا ده روك ذا روك. قالت لك. اعتقد هو، انت عارفة هو مش عنده فيلم كان قبل فترة انه انقذ اولاده وعيلته ولا شنو كده من النار وكده، كان عنده فيلم كده اكشن طالع في السينما، انا نسيت اسمه بصراحة. المهم، اها. فشفت الرجال دي باختصار شديد، ما تقولي اساعدهم، يساعد نفسه. مم. ما تقولي اجابه اقيف صحيحه. جنبهم، ما تقيفي يقيف عليكي حيطه، ما تقيفي. تجيب جنب تقيفي مع الحياه. نفسك، اقيفي مع نفسك، حبي نفسك. طول ما انت بتحبي نفسك حيحبوكي، طول ما انت ضحيتي عشانه حيبيعوكي. يب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا والله دي معلومه صحيحه. اول مره تنتهي محاضرتك واهم شيء، باستغفار. اهم شيء، شفتي if you done شنو الاغنيه الجديده طالعه دي if you done with the ex moving to the next. تذكريني الاغنيه عجباني ما قادره احفظها. if you done اه الاغنيه اللي طالعه جديده في التيك توك دي يا جماعه، الوحيده المواظبه في التيك توك ده ليش؟ والله انت الوحيدة المواظبة يا جوجو. if you done with Done with the you're done with the X, moving to the next. روبا لسه قاعده معانا. X I want an extra دارت man. روبا لسه قاعده. روبا مشتاقين اخبارك. أنا بتاعت النكست. يعني باختصار روبا شديد مجرد ما تخلصي من العلاقة القديمة مو في طوال العلاقة اللي بعده، اللي Move, بعده move, ما انا move. اليومين دي لكن Why? عارفه يا جوجو، انا يا اخوان انا اليومين دي طبعا قاعده مركزه مع لينا، مستنيه كل يوم الحلقه لينا تنزل لنا باقي القصه.
لينا ما تقول منو؟ لي قصة المرأة ومرة أبوها. نجاح بن اسمه منو؟ ليش نجاح. شنو قصة والله شنو؟ ما عندكم أي موضوع، والله ما الله عندكم لا أي جاب موضوع. باقي لينا دي منو الولية. هي؟ ولا لينا بحضر ولا منو؟ قاعد شفت لها 2 نجاح فيديو بنت خليتها. حمد. مم. نجاح بنت حمد. محمد دي منو؟ تحكي القصة برا. دي عاملة ليش مسلسل عن شنو كده مرة أبوها. عنوان؟ ها؟ العاهرة. العاهرة كان فيها للعاهرة 20. عنوان. للعهر عنوان. لل... تخيلوا مسلسل اسمه للعهر عنوان واحدة بتفضح في مرتبها قبل 20 ولا 30 سنة حصل لها معاه شنو. حسي هي كانت في حي حاليا في أمريكا ومرتبها طبعا أبوها طلقها زمان، لكن بتحكي قدر شنو المرة دي عذبتها ومرة الأبو دي كان عملته مسلسل. حسي حاليا الناس كلها منتظرة الناس كلها الحلقات قاعدة في التيك توك. كذلك، الناس كلها مكسرة وقاعدة في التيك توك مستنيين يشوفوا هنايا البيت البيت الحاجة اللي عملتها عارفة شنو يا إقبال؟ الحاجة الجديدة يعني اللي حيقلدوها فيها أكتر شيء إنه عملته مسلسل تيك توكي، فاهمة؟ حركة إنه أنا كاتبة لكم الدكتورة القصة كلها في النفسية الصمت. قالت لها كل ما أحكي وأذكر الاسم. ايوه. الليلة طبعا أغرب سؤال لاقاني في لايف من لايفات التيك توك. قالوا أي واحدة متزوجة تسافر مع صحباتها أو تسافر براء ما تمام. ما تمام. يعني ده فاهم نسافر دقيقة مع طيب. نسمع. منو اللي اتكلم بالكلام ده وذاته؟ كيف طبعا يعني لما ما اللايف وطلعت قست وثبت لهم ونزلت. كيف ولا يعني؟ نزلوني كيف الله يعني؟ أعلم. كيف احتراما يعني؟ لنفسي قلت نزلت لكن نزلوني. ها؟ كيف يعني؟ يعني أنا ما والله ممكن أكون العظيم متزوجة وأسافر كانوا لوحدي؟ قاعدين والغازين ونسوانا كانوا مؤيدين للموقف. في نسوان بعيدا كلام ده صح، في نسوان والله لو يا انفر السماء كذابات سيكون ما عندهم موضوع ده يجي لهم واحد من اللايف. لا لا، ما عندهم طريقة يسافروا رجالهم. الواحدة مما هناك بتدخل التيك توك من وراه على فكرة. تيك توك شنو بنعمل فيسبوك من هنا؟ ده الناس متخلفين صح؟ وصلنا للمراحل دي. نعم معروف من زمان في ناس بتشوف يعني هم للدرجة دي ما في صيغة إنه أنا أصلا وأنا مسافرة حكون مسافرة لمنو؟ ده أول السؤال الأول. وبعدين أنا إنسانة طبعا بيختلف الناس، لكن أنا زول مثلا مسافرة أنا ما أقول حامشي أسافر عشان أعمل حاجة كعبة. طب أنا لا ما أصلا لو أنا منطق، ما هو ده فكرت يعمل كعب يا أنا جوجو لو بيعمله. فكرت أعمل حاجة كعبة أنا ليه قاعدة مع الراجل ده؟ أنا الخيانة ما أحبها بكل أشكالها حتى لو كان بالكلام. خيانة ممنوع. أنت ما مضطر إنك تخون، أنت ما داير الزول ده أعمل له إكس. مع السلامة. شوف اللي بعده اللي بريحك وبيكون في مزاجك. اخونك ليه؟ كده يا أخونك جوجو مين أنت؟ خليك كده الزول ما بقول. حتى الزول الدار يخون ده اللي يسافر مثلا لا، ما يعني يحتاج. مثلا الدار يخون ده بيخونك في اي شوفي مكان. ده انا بحس انه الراجل اللي بيسالك كنت وين وعملت شنو ويقعد دي يدرس صيغة معاك ما كتير. في. ده صيغه ما في وما في داعي ذاته هنا معاه. النسوان ده من حقهم بصراحه. النسوان لانه عارفين الرجال خاينين، فهمتي؟ لكن احنا كنسوان والله العظيم ما عندنا 100 وش. ما عندنا 100 وش. ما بنتكلم مع 100 نفر في نفس الوقت وقاعد انت نعمل عارف حركات كلها. الحاجة المهمة برضو يا جوجو، الرجال دول ما فاهمينها انه المرأة دي بتحس لما انت تكون بتخون فيها. بتحس جوجو انك انت الاحساس يكون بتختلف. داخل الراجل، هم بيقوم بيسافر مع النسوان نفس الاحساس ده لازم لا بيعمل الراجل في النسوان. هو اصلا اي واحد يا ما عاد ما الصيغة في نفسه بيحط القوانين زيه. بينتقي. صحيح والله بجد. انت عارف في ناس بيقول لك انا شفت واحده كان عندها علاقه بواحد في شمال النرويج. يا اخي ده بيعذبها عذاب. انت قاعده في البيت براكي طلعت الليله بشوفتي وين جيتي. انا زول يتعامل معي زي ده بصراحه ما بتعامل معه. انا عايشه براي عايشه لوحدي. زي ما بيقولوا اندبندنت وومن ولا الكلمه اللي ما بحبها، لكن المهم انا انسانه مستقله ماديا وكل حاجتي. يعني انا وحرة. في انا اذا انا دريت واسخ انت ما حتمنعني. وانا ما هعمل معك علاقه لو انا وسخه اصلا عايزه اعيش هنا وهناك شويه وهنا شويه. انت ما حتقدر تعمل لي شيء. انا هعمل اللي انا عايزاه. لكن انا ما دام ارتبطت بيك او انا اتعاملت معاك انت معناه انا قاعد اتعامل معاك انت بس. انا ما في سبب يخليني اتعامل معاك ومع غيرك. صحيح بعد تكرس حياتك كلها عليه وكرس حياته كلها عليك. لكن شفت عدم الصيغه كعب لانه انت بتكون عانيت من الحاجه دي. احنا حسي كنسوان ممكن نكون عانينا من حاجات كثيره لانه احنا كنسوان اتحدى المراه الطبيعيه. ما بيتكلم عن النسوان الما طبيعيات اللي عندهم مشاكل نفسيه. بيتكلم عن النسوان الطبيعيات. ما في مره بتمشي لها مع 2 3 حتى حكي ما بتحكي معهم. نو يا لانها حاجة بوينتلس، ما حاجة ما عندها معنى. لكن بس يا جوجو ديل الرجال المتزوجين وما عندهم يا جماعة بس سؤال نجيكم هو يا انت كم ما عندك سؤال صيغة ونجيكم رايين. دي تتزوجتها ليه؟ دي الحاجة اللي ما قادرة شنو افهمها. يا جوجو بيقول لك يعني انت دايراني اكون ديوس، انا بغير عليك. ايوه دي سمعت الليلة. قلت لك في سقف الغيرة. في بعضهم بيصدق لا روماني تفتح العجرات يا يا عليك يا يا لا، رب لكن شنو انت عليك. عارف يا سعودي كلامه صح، لانه ده الحنك الفارغ اللي بيفكوا فينا. لا كده سؤال انا بس مستغربة في الرجالة زي دي. انت اصلا وقت جيت اخترت او قلت دار تتزوجها يعني هتخليها تبقى ام اولادك كم ما واثق فيها جيت ليه؟ سؤال كده.
ما عارف. عارفة والله. واي راجل مثلا بيقول للمرأة اديني تفاصيلك ولا اديني حاجاتك، يعني سؤال كده حافظت على نفسها سنين دي كلها، هتجي تغلط عشانك هتجي انت انت يعني مثلا، ولا انت جاي تربيها مثلا؟ يلا انت عليكم ماخذها كامله ومكمله وكل شيء. ما بتستاهلوا الشغل.